الممنوعات الكارثية في روتين البشرة اليومي، والكومنتات الكتير اللي جات لي على الخاص: يا دكتور عايزين نعرف روتين البشرة اليومي لينا في فترة الحمل. اوعي تكوني فاكرة ان كريمات الجلد والمقشرات بتفضل على الجلد بس، او الكريمات اللي كنت بتستخدميها قبل الحمل هتنفع معاكي فترة الحمل. اولا هرمونات الحمل لما بتزيد بتغير طبيعة الجلد، فاللي كنت بتستخدميه قبل كده ممكن يهيجلك الجلد اثناء الحمل. وتاني حاجة ان في منتجات كتيرة بتخترق الجلد وبتوصل عن طريق الدم الى المشيمة للجنين، وممكن تعمل له تشوهات او لا قدر الله تعمل اجهاض. في الفيديو ده هقولك على الحاجات الخطيرة اللي انت المفروض ان انت تمنعيها حالا، والبدائل الامنة ليكي بالاسماء، عشان يكون المرجع الخامس ليكي اثناء فترة الحمل لكيف احمي جنيني. اول حاجه الخطوط الحمراء اللي هي الممنوعات اللي بتدمر الجنين. اول منتج ليها منتجات فيتامين الف اللي قلتلك عليه ان كترته بتسبب تشوهات لقلب الجنين ومخه، وده خطورته بتوصل ل 35%. وهي منتجات ريتينول زي كريمات حب الشباب المقشره، وزي السيرم بتاع التجاعيد والنضاره. اي سيرم مكتوب عليه ريتينول، وانا كاتبالك الاسماء صراحه، محطاها على الشاشه، اعملي سكرين شوت عشان تقارنيها بالموجود عندك. تاني حاجه احماض التقشير العاليه اللي هي بتحتوي على سيرم الساليسيليك اسيد، لان ده مشتق من الاسبرين، والاسبرين ده اللي احنا قلنا عليه بيسبب تشوهات جامده للجنين في اول فتره الحمل. زي المقشر الاحمر الشهير، او غسولات الحبوب الشديده قوي اللي هي بتحتوي على ساليسيليك اسيد، منهم نوع فيكولار جيل اللي هو من لاروش بوزيه. تالت حاجه كريمات التفتيح الشرسه اللي هي الهيدروكينون، ودي بتبقى نسبه امتصاصها 45%، بتدخل عن طريق الدم، يعني بتخترق الجلد وبتدخل لمجرى الدم مباشرة وبتسبب ضرر جامد للجنين. المنتجات الممنوعة منه اللي هي كريمات التفتيح الثلاثية زي التريتو سبوت والبيجما نورم. رابع حاجة منتجات الفورمالدهيد اللي هي زي صبغات الشعر والمونيكير، لانها بتأثر جامد على الخصوبة وممكن تعمل اجهاض كمان. حاجة العطور اللي بتحتوي على البرابين والفيسيلات، لان ده بيسبب اضطرابات جامدة جدا للهرمونات. طب احنا نستخدم ايه كده يا دكتورة؟ هقولك على البدائل الامنه 100%، ان يهمني زي ما يهمني صحتك يهمني جمالك كمان فتره الحمل. وانا عارفه ان الحمل بيعمل نمش وكلف جامد في البشره، فهقولك على البدائل الامنه اللي تستخدميها وانت مغمضه عينيكي عشان تضيعي الحبوب والكلف من غير ما تستعملي ريتينول او مقشرات بتاعتك. في الماده السحريه اللي فيها حمض الازيليك، دي امنه ليكي جدا وامنه على الجنين. ولنضاره محاربه التجاعيد، بدل فيتامين الف اللي قلنا عليه سام هنستخدم فيتامين سي البديل الامن. في حاجه اسمها فيتامين سي 10، ده من لاروش بوزيه، حلو جدا وامن جدا. او غارنيه فاست برايت. وغسول البشره منتجات استافيل او البيوديرما الازرق الخفيف. والصن بلوك عشان الكلف ما يقلبش بعد كده لحبوب غامقه او دايمه، يستخدم صن بلوك في